أهلا بكم وشخصية مؤثرة جديدة مع مروى صالح. هل سمعت عن الصحابية التي كان لها مسجد خاص في بيتها، والتي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة رغم أنها لم تخرج للقتال؟ حلقتنا عن سيدة جليلة لقبت بالشهيدة وهي في بيتها. هي أم ورقة بنت عبد الله الأنصارية، من أهل المدينة ومن السابقات إلى الإسلام. عرفت بحبها للقرآن، وكانت تقيم الصلاة وتقرأ القرآن في منزلها. ومن ألقابها العالمة القارئة. كان لها موقف خاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنها أتته تطلب منه الخروج معه إلى الجهاد في غزوة بدر، ولكن الرسول لم يسمح لها بالخروج، وأخبرها: قري في بيتك فإن الله يكتب لك الشهادة. استأذنت أم ورقة من رسول الله أن تتخذ في دارها مصلى ينادى فيه مؤذن للصلاة، فأذن لها وخصص في دارها مؤذنا لها ولغيرها عند كل صلاة. واستمر هذا الأمر حتى وفاتها، وكانت أول امرأة حظيت بهذا الشرف العظيم. كانت تؤم أهل دارها ومن يجاورها، وبقيت على تلك الحالة حتى وفاتها أيام خلافة عمر بن الخطاب. وبعد كبر أولادها دبرت لنفسها عبدا وجارية لخدمتها، ووثقت بهما وأحسنت إليهما، ووعدتهما بالعتق في حال وفاتها. وطال الوقت عليهما فتآمر على قتلها وقام بخنقها. وأصبح سيدنا عمر رضي الله عنه وكان يسمع مؤذنها وصلاتها بالنساء، فقال: والله ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة من امبارحة. وذهب بنفسه يبحث عنها، ووجدها في الدار مسجاة على الأرض، فقال: الله أكبر، لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لقبها بالشهيدة، وكان يقول: انطلقوا نزور الشهيدة. كنت معكم أنا مروى صالح في برنامج شخصية مؤثرة. انتظروني مع شخصية جديدة.